الزمالك يفلت من كمين الشرطة الكيني. ده هيبقى عنوان تاني حلقاتنا من برنامجكم بلاي ميكر، واللي هنغطي فيها أحداث مباراة الزمالك والشرطة الكيني في ذهاب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد شحاتة ظهير أيمن، ثنائي خط الدفاع حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد، عمر جابر ظهير أيسر، وثلاثي خط الوسط نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، والثلاثي الهجومي احمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي. كل اللي شاهد المباراه شاف ان التشكيل ده ما خلقش اي افضليه ولا اي سيطره لصالح نادي الزمالك، بالعكس كان كل الافضليه وكل السيطرة لصالح نادي الشرطة الكيني، اللي رعونة لعبتهم وقلة خبرتهم منعتهم ان هم يسجلوا هدف او اكثر في نادي الزمالك. على عكس مجريات الشوط الاول، نجح عبد الله السعيد في نهاية الشوط الاول بتسجيل الهدف الاول والوحيد لصالح نادي الزمالك بمهارة فائقة وصناعة مميزة كالعادة من احمد سيد زيزو، ليخرج الزمالك في نهاية الشوط الاول بتفوق 1-0. جماهير نادي الزمالك كانت منتظره من جوزيه جوميز ان هو يعدل حال الفريق بين الشوطين، وان هو يخلق نوع من السيطره للزمالك على مجريات اللقاء في الشوط الثاني. الحقيقه ان جوزيه جوميز اتدخل وعمل تغييرين في بداية الشوط الثاني، ولكن ما اسفروش عن تغير حال الزمالك في الشوط الثاني وما خلقوش اي سيطرة لنادي الزمالك على اللقاء. هو نزل ناصر منسي مكان سيف الدين الجزيري في مركز المهاجم، ونزل شيكابالا مكان ناصر ماهر في وسط الملعب. والحقيقة ان شيكابالا زيه زي ناصر ماهر ما بيأديش الادوار الدفاعية على اكمل وجه، فظل نادي الزمالك مش قادر يسيطر على وسط الملعب، وفضلت السيطرة مع نادي الشرطة الكيني. ومع الدقيقة 78 ولما زاد ضغط نادي الشرطة الكيني ويحسوا ان هم قريبين ان هم يسجلوا هدف في نادي الزمالك، اتدخل جوزيه جوميز ونزل زياد كمال مكان عبد الله السعيد عشان يلعب جنب نبيل عماد دونجا في وسط الملعب ويقلب الطريقة 4-2-3-1. لعب زياد كمال جنب نبيل عماد دونجا، والثلاثي اللي تحت المهاجم خرج زيزو ونزل احمد ايشو اللاعب الصاعد، وبقى ايشو جنب شيكابالا جنب مصطفى شلبي، وقدامهم ناصر منسي اللي كان معزول تماما ومفيش اي امدادات بتجيله من خط وسط نادي الزمالك. وفضل المباراة على هذا المنوال، والحمد لله خرج نادي الزمالك بالفوز 1-0. والحقيقة الفوز ده ما كانش فوز مقنع على الإطلاق لجماهير نادي الزمالك، بالعكس جماهير نادي الزمالك قلقت من اداء نادي الزمالك في اللقاء، بالذات ان ماتشهم القادم هيبقى في نهائي السوبر الافريقي قدام الاهلي، اللي بالمناسبه هيتلعب يوم 27 سبتمبر في ملعب المملكه ارينا في المملكه العربيه السعوديه. وطبعا ماتش واحد على بطوله، جماهير نادي الزمالك بتمني النفس انها تحقق بطوله السوبر الافريقي امام النادي الاهلي. والحقيقه ان الزمالك عنده مشكله من بدايه الموسم في خط الوسط ومركز المساك، وبالرغم من الانتقالات القوية اللي عملتها الزمالك في الصيف واللي كانت غير متوقعة وفاجئوا بيها جماهيرهم وكانت مفاجأة سارة جدا، إلا إن هم دعموا مركز الهجوم ودعموا مركز الظهير الأيسر وأغفلوا مركز خط الوسط الدفاعي والمساك اللي نادي الزمالك في أشد الاحتياج ليه. نذكر لكم بسرعة التدعيمات اللي دعمها نادي الزمالك. نادي الزمالك تعاقد مع الظهير الأيسر المغربي محمود بن تايك من سانت اتيان الفرنسي اعاره لمده موسم مع بند حقيه الشراء. كمان اتعاقد مع الباك الشمال محمد حمدي من نادي انبي اعاره لمده عام. هو بكده امن مركز الباك الشمال بعد مشكله احمد فتوح. كمان دعم الجانب الامامي بالمهاجم الفلسطيني عمر فرج صاحب ال 22 عام من نادي ايك السويدي بعقد لمده 4 سنوات. كمان اتعاقد مع المهاجم السنغالي سيدي ندايه اللي هو مواليد 2005 وهيتم قيده ان شاء الله تحت السن، ويتعاقد معاه لمده 4 مواسم. كمان اتعاقدوا مع كونراد مشلاك الجناح من نادي احد السعودي اعاره لمده سنه، واللاعب كان مقدم اداء جيد مع احد السعودي الموسم الماضي، لعب معاهم 33 مباراه، سجل 8 اهداف وصنع هدفين، والسنه دي لعب معاهم 3 مباريات سجل هدف وصنع هدف. الحقيقه انتقالات مميزه جدا لنادي الزمالك، ولكن يبقى مشكله لاعب خط الوسط الدفاعي ومشكله المساك. يعني الزمالك على مستوى خط الوسط، بص الفرق بين الجانب
الجانب الهجومي والدفاعي. الجانب الهجومي انت عندك شيكابالا، عندك ناصر ماهر، عندك عبد الله السعيد، عندك احمد سيد زيزو، عندك مصطفى شلبي، عندك الوافد الجديد مشلاك. يعني عندك 6 لعيبه تقال بجانب اللعيبه الشباب زي ايشو. ولكن على المستوى الدفاعي انت عندك مين؟ عندك نبيل عماد دونجا، عندك زياد كمال، وكمان عندك محمد شحاتة اللي بتلعبه دلوقتي كظهير ايمن. فبالتالي الزمالك محتاج يدعم هذا المركز وهو لاعب خط الوسط الدفاعي. كمان محتاج يدعم مركز المساك بعد المستويات الغير مطمئنه اللي بيعملها حسام عبد المجيد. ولسه الونش طبعا ما رجعش من الاصابه، ربنا رجعه بالسلامه. فانت حتى لو الونش رجع انت محتاج مدافع قوي جنب الونش وجنب حمزه المسلوسي يشيلوا خط دفاع نادي الزمالك. وفي نهاية اللقاء بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك في المباريات القادمة، وإن شاء الله هيبقى لينا حلقة بكرة بعد مباراة الأهلي وجرماهيا الكيني. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.